الكرة عمرها ما كانت بس رياضة، من زمان أوي وهي ملعب سياسي، اقتصادي، اجتماعي. بس أول مرة آخد بالي في الماتش بتاع المنتخب الأخير إن الماتش نفسه كأنه بيسيميوليت أو بيحاكي حياتنا. أنت عندك الماتش وقت معين أنت بتلعب فيه، نفس فكرة الحياة إن أنت عندك وقت معين وكأن في هدف أنت موجود عشانه في الحياة، بتقعد تلعب في الفترة اللي أنت موجود فيها في الحياة عشان توصل للهدف بتاعك. سيم في الماتش وانت بتلعب بيبقى معاك المصادر بتاعتك، اذا كانت المصادر دي في الماتش مثلا اللعيبة اللي بتلعب معاك، الفيزيك بتاعك، المدرب بتاعك. نفس القصة في حياتك، انت بيبقى عندك ريسورسز محددة، اذا كانت بقى الجانب الاجتماعي بتاعك، انت اتولدت فين، مين اصحابك، او الجانب المادي بتاعك، ومطلوب منك بالمصادر اللي موجودة معاك دي ان انت تلعب وتكسب. وانت بتلعب بتكتشف ان في عوامل خارجية تانية بتتحكم في النتيجة بتاعة الماتش، مش بس الاوراق اللي معاك، مش بس المجهود بتاعك، ولكن بتلاقي ان ممكن الجو، الطقس مثلا بيلعب دور في الماتش اللي انت بتلعبه، الحكم بتاع الماتش بيلعب دور خارجي في الماتش اللي انت بتلعبه، او انظمة خارجية تانية بتلعب دور في الماتش ده. فبتلاقي ان ممكن تبقى انت عملت اللي عليك او بتعمل اللي عليك، والمصادر اللي معاك حتى لو هي مش كفاية، ولكن انت فعلا عملت اللي عليك، وتلاقي النتيجة الأخيرة مش زي ما انت عايز عشان في مصادر تانية خارجية اتحكمت في النتيجة دي. فالماتش بتاع المنتخب بصراحة قادر أحس إن الماتش ده يعني خبط جوانا، مش بس عشان الظلم، مش بس عشان المجهود بتاع اللعيبة ولا عشان العنصرية، بس كأن الماتش ده مثل حياتنا أو مثل أجزاء من حياتنا في وقت ما، المجهود اللي احنا بنحطه، سعينا في حاجات كتير قوي، وتلاقي حد جه من بره طق بوظ لك كل اللي انت بتحاول تعمله، او ان في فرصة انت مقدم عليها وانت تستاهلها جدا، وتلاقي حد تاني جه عشان معاه واسطة مثلا او معاه اي مساعدة خارجية اخد الحاجة دي اللي انت تستاهلها اكتر منه. فاللي حصل في الماتش كان بيسيميوليت حاجات كتير قوي بتحصل في العالم الخارجي وفي حياتنا. وحاجة كمان من الحاجات اللي استوقفتني ان انا شفت قد ايه احنا stereotyped من الغرب، واحنا صدقنا ده، او مش هقول ان احنا we've been stereotyped من الغرب. somehow someone stereotyped us، حد ادانا نمط معين واحنا صدقناه، ان احنا شعب همجي، شعب عشوائي، شعب غير منظم. ولكن لو جيت بصيت على الماتش مثلا بتاع مصر والارجنتين، بص على الجماهير المصرية، بص على جماهير الارجنتين، بص على اللعيبة المصرية، بص على لعيبة الارجنتين، لعيبة وجماهير قمة في الاحترام. بص على أداء اللعيبة بتاعتنا، بص على أداء لعيبة الأرجنتين اللي هو بطل كأس العالم اللي فات، هتلاقي إن أنت فعلا اللي هو أنت بتلعب كويس قوي، بس أنت من جواك منحاز ومستغرب ان احنا وصلنا هنا وايه ده، هنعملها ولا ايه. معظمنا ما كانش مصدق، معظمنا كان مقتنع ان الارجنتين هترجع وهتكسب تاني، عشان احنا كاننا we've been stereotyped. فعلا احنا شايفين نفسنا في خانة معينة وصدقنا ان احنا في خانة معينة. اذا كان بقى على المستوى الاجتماعي، الرياضي، الفكري، فمن الدروس المستفادة مش اننا نقدر وممكن نوصل، لا، هو الدروس المستفادة فعلا ان انا اقف اكون كريتيكال، هو مين اصلا خلاني اصدق ان انا ما اقدرش. عندي كلام كتير قوي، بس يمكن عايز انهي بحاجة واحدة بس، وهو تساؤل: ليه احنا مستنيين يبقى في ماتش المنتخب بيلعب فيه في كأس العالم عشان نحس بالانتماء، عشان اللي هو الحالة بتاعت اننا بنحب بعض وكلنا بنتحرك في نفس الاتجاه وكلنا عايزين نفس الحاجة؟ ليه مستنيين منتخب بيلعب ماتش كورة عشان نحس الشعور ده؟